السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل أكلة لذيذة وحلوة كده، هي فاصوليا خضراء، بس هعملها بطريقة يا رب تعجب حضراتكم، ودبابيس بالفيجيتار. بس هعمل دلوقتي طريقة السليق. هعملها ان انا اكون طبعا عاملة مغلية، مية مغلية او في مية كاتل سخنة، ومعايا حلة ناشفة على البوتاجاز لازم تنشف خالص المية، وغسة طبعا الدبابيس غسة حلوة، ولازم اسمع الطشة دي كده، لازم تسمعوها دي. جربوها بالطريقه دي، جربوها بالطريقه ديت هتعجبكم قوي. خليها كده شويه واديها مع بعضها كده. الشوربه بتاعت الطريقه دي بتبقى جميله جدا جدا. احط عليها كل التوابل بتاعت الشوربه، وتقعد طماطمايه مبشوره مقطعه كده، بصلايه ترنشات، جميع التوابل بتاعتك، نحط 7 بهارات، دي 7 بهارات، طبعا حطينا 7 بهارات مع الطماطمايه والبصلايه، وده 7 وحدات قرنفل، توابل لحمه، وحدتين كام حبايه كده من ورق اللورا، فلفل اسمر، ممكن تحط فلفل اسمر حسب برضو بيديله طعم، و2 شوربه مرق دجاج، كل ده طبعا لسه ما حطيناش اي ميه، احنا عندنا ميه مغليه من الكتل. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه، اخليها تدي مع نفسها، تدي مع بعضها كده شويه. ريحه اقسم بالله العظيم جميله جدا، انتوا شامينها اما تيجي تعملوها هتشموا ريحه هتعجبكم جدا جدا، وطريقه السليه دي هتعجب حضراتكم قوي. احنا هنعمل الفاصوليا الخضراء. انا جيت حطيت معلقتين دين او معلقتين سمنه حسب رغبتكم، ومعايا بصلتين حطيتهم عليها يا دوبك تدبل، هروح حاطه عليها الفاصوليا الخضراء. ده كيس فاصوليا كنت انا مفرزاه، هبقى اعمل لكم وصفه تاني على التفريزات. دلوقتي انا حطيت الفاصوليا من الفريزر على البصله بعد ما دبلت، هحط عليها التوابل، حبه كمون، حبه كزبره ناشفه، حبه بابريكا، وحبه فلفل اسمر، وواحده مرقه دجاج، واقلب كل الكلام ده مع بعضه لحد اما الخضار السوتيه ضيق ينزل كله معاه. اهم حاجه ان انتوا تجيبوا الخضار من الفريزر على العمل على طول، يعني تكون بتعمليه على طول تخليها، هتلاقي حتى ان في ميه نزلت، وهي دي من تفريزات الفاصوليا. وبعمل لكم دي شكل الشوربه بعد ما خلصت، احلى شوربه تشربوها لو عملتوها بالطريقه اللي انا بقول عليها، طبعا مع التوابل اللي حضراتكم بتحطوها بتفضلوها. شوفوا الشوربه عامله ازاي. انا هسيبها تغلي غلوتين واطفي عليها عشان استخدم منها للفاصوليا. ادي شكل الفاصوليا، ومش عايزه اقول لكم بقى على ريحتها، بسم الله ما شاء الله على الريحه. هنحط عليها الصلصه،
ودي صلصة انا مفرزاها جميلة جدا، انا بقول لكم برضو فيديو كامل عنها. حط حبة كده واغطيها. طبعا انا متبلاها ومبهرها بكل حاجة، واوريها لكم بعد ما تخلص. عملت بالفشار طريقة كنتاكي، والرز طبعا معروف قوي الرز يعني الكل بيعمله، ودي فاصوليا عليها كفتة. يا رب تعجب حضراتكم وتعملوها بنفس الطريقة.